هذا الخطاب يثبت شيء واحد، يثبت انه ما يبدو على انه انقسام في تقدم بين الصمود والمجموعه بتاعت داير يكونوا الحكومه دي. هذا تقسيم ادوار، لانه كيف يمكن لتسميه 20 شخص كوزراء وكحكومه في عاصمه دوله اخرى ان يؤدي الى تقسيم البلاد؟ عمليا بتتقسم كيف؟ ميليشيات الجنجويد لها سنتين محتلة مناطق، محل ما مشت لم تقم ولم تؤسس لنظامية الدولة order of state، بل أسست وقننت للا نظامية اللا دولة disorder of statelessness والفوضى وغياب حكم القانون نهائيا. بالرغم من أنه أسسوا إدارات مدنية، في مدني، في النيالة، في الضعين، في مروابة، أسسوا الإدارات المدنية في الخرطوم، والفوضى عامرة. هذا لأن ميليشيات الجنجويد صنعت لتعميم الفوضى ولنسف نظامية الدولة. يعني ميليشيا الجنجويد لو كان بتقدر تدير دولة ما كان غيبت كل معالم الدولة أينما ذهبت، ولا ما كان هرب الناس منها. ده الحاصل. هسي في 20 30 نفر سموا نفسهم وزراء ورئيس وزراء في نيروبي. ده بقسم البلد كيف؟ عمليا بقسم البلد كيف؟ ما يسمى انقسام تقدم هو تقسيم أدوار، وقصة تقسيم البلد هذا هو ما يتمنونه وما يسعون لتحقيقه، وده مجرد تقسيم أدوار. هم لا يحذرون، هم يبشرون بتقسيم البلاد، ولكن هذا دونه خرط القتاد لسبب بسيط. الحكومة دي حتيجي في المناطق هسي الليلة، حكومة بيسموها حكومة الأمر الواقع في بورسودان. قاعدين يجوا، كان برهان، كان الوزراء، كان مني أركم الناوي، كان مالك عقار، كان ياسر، كلهم قاعدين يحوموا ويتفقدوا المواقع. ديك حييجوا يقعدوا هنا؟ هل حييجوا يقعدوا في المناطق اللي تحت سيطرة ميليشيات الجنجويد؟ أول قوة حتضربهم وتنكل بهم ميليشيات الجنجويد نفسها، لأنها لا تعرف القانون. وبالتالي كيف سيؤدي هذا إلى تقسيم البلاد؟ لو كان ميليشيات الجنجويد أقامت نظامية الدولة أينما ذهبت، وأصبحت هناك إدارتان وهناك نظامية الدولة مستقرة، كان هنا كان هناك، كان بيقول والله البلد مقسومة بين حكومتين. لكن ما لدينا الآن هو ما يسمونه حكومة أمر واقع تعم كل السودان، وما يسمى ما يمكن تسميته بلا نظامية الدولة، حيث لا توجد دولة وتوجد الفوضى، وهي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الجنجويد. هذا بقسم البلد كيف؟ ما ده له سنتين شغال، وكل مرة مساحتهم قاعد تقل. الجزيرة كلها كانت تبعه، ولا السنار كلها كانت تبعه، هسي بدأت تقل. الخرطوم، بحري، درمان كلها كانت تبعه، بدأت تنقص، ونظامية الدولة ماشي. بعدين حكومة الأمر الواقع هي من 200 حكومة أمر واقع، هي حكومة أمر واقع مما جات قحط وشرعنته. هل العساكر والجنجويد هل انتخبوهم الشعب؟ القحاطة حكومة قحط انتخب الشعب؟ ما هي حكومة أمر واقع. من الذي شرعنا لنا حكومة الأمر الواقع بخلاف قحط؟ وده بوري انه الطريقه الماشيه فيه قحط من اول يوم. خانت الثوره وتنكرت للثوره تماما. الثوره بتهتف دايرينها مدنيه، تسقط ثاني وثالث ورابع مدنيه، وعجزت قحط عن ان تعلن عن اي توافقات توصلت لها مع العسكر والجنجويد في ميدان الاعتصام. كل ما يقول توصلنا اتفاق مدنيه مدنيه مدنيه، يهتفوا لا من ينزلوا. وهنا خلقت وصنعت الشروط المنطقية لفض الاعتصام من قبل قحط، وكانوا يظنون أن الاعتصام سيفض بالعصي والسياط. ولكن ميليشيات الجنجويد بحسب
بحسب ما أفادت به رئيسة لجنة أسر الشهداء، ميليشيات الجنجويد قررت أن تفض الاعتصام بالسلاح وتقتل الشهداء. هذا ما قالته، وأنا حاضر لما قالت الكلام في آخر تخليد لذكرى فض الاعتصام تمت قبل الحرب. فقحط هي التي صنعت حكومة الأمر الواقع. الثوار كانوا ما دايرين أصل الشراكة مع عسكر، والجنجويد ينحل، كان ده موقفهم، والعسكر يمشي السكنات كما حدث في أكتوبر. ده كان مطلب الثوار. من الذي صنع لنا حكومة أمر واقع على رأسها الجيش؟ هي قحط الآن بتستهزأ بحكومة الأمر الواقع. والآن صمود عندما تتكلم عن تقسيم البلاد، هذا هو ما تروج له، ولكنها تغلف هذا الترويج بالتحذير منه، بالتحذير. وده بوري إلى أي درجة بلغوا من الخيانة، بلغوا من الخيانة. شفت؟ وبالتالي اللي بيحصل في نيروبي هذا مجرد زوبعة في فنجان، ولن يكون لها أي أثر. كده خلي الحكومة دي تيجي في مناطق سيطرة ميليشيات الجنجويد ويقيموا نظامية الدولة، order of state، بديلا عن الفوضى التي صنعتها ميليشيات الجنجويد. ما هي نفس ناس طاهر حجر وطاهر إدريس ومنه جابوا قالوا قوات حماية المدنيين، وضربوهم الجنجويد وقتلوهم، قتلوا حتى الأسرى بفيديوهات. بالتالي حيحصل شنو؟ حيكونوا قاعدين في العواصم زي ما هم قاعدين في العواصم. ده بقسم البلاد كيف؟ هو ليه حميدتي وعبد الرحيم ما بيقوا رؤساء للدولة دي؟ لأنه لو بيقوا رؤساء حيكونوا مطالبين أكثر أن يتفقدوا المقاتلين بتوعهم في الميدان، كما يفعل برهان، كما يفعل ياسر عطا، كما يفعل شمس الدين كباش. هم ما دايريني، هم خايفين من دي. طيب خلي الحكومة بتاع يسموها حكومة السلام، خليها تيجي تتفقد، خليها تيجي تتفقد. بالتالي دي زوبعة في فنجان، ودي آخر ما في جعبة الإمارات. بعدها سوف تتحول إلى الحصار الاقتصادي وإلى المسيرات وإلى الجيوب الفوضى، تحويل ميليشيات الجنجويد إلى جيوب صغيرة صغيرة من الفوضى، من الفوضى لأطول فترة ممكن لابتزاز الدولة. وطبعا زي ما أنا قلت الإمارات نفسها لا تملك أمر نفسها، هي ذاتها لا تملك، هي ليست ذاتها دولة، عبارة عن مستعمرة إسرائيلية يديرها الموساد. فده الحاصل. فأنا استغرب الناس جاية في الموضوع بتاع نيروبي ده، دي مجرد ندوة لا تعدو كونها ندوة سياسية والتجمع بتاع سياسيين، وداير يصرفوا الأنظار عن الهزائم المتلاحقة اللي بتحيق بميليشيات الجنجويد، وكذلك الفوضى التي تصنعها ميليشيات الجنجويد أينما حلت، الأمر الذي يدفع المدنيين والسكان إلى الهروب منها. بخلاف ذلك خليهم يمشوا هناك يقعدوا ويتفقدوا جوا زي ما بيعملوا زي ما بيعمل محافظ درمان، زي ما معالم الدولة ونظامية الدولة قاعد تعود للمناطق، لهم درمان، للحاج يوسف، لكده للدروشاب، لمعالم الدولة قاعد ترجع محل ما غابوا الجنجويد بتيجي راجع معالم الدولة. ده زي ما بيحصل. خلي الحكومة دي تيجي بنفسها، بنفسها الوزراء دي يجوا يقعدوا لنا في المناطق المحتلة ميليشيات الجنجويد. بخلاف ذلك لو ما عملوا كده ما في أي خطورة من حاجة اسمها تقسيم السودان. وبالتالي ما تقوله صمود في هذا الخطاب هو ما تتمناه صمود، وهذه هي كل الكنتة وراء هذه الحكومة الوهمية، إنه يدفع البلاد إلى الانقسام. حتى الفاشر دي لو سقطوها بأي صورة من الصور، صوت ما هي قبل كده الجزيرة والسنار دي والخرطوم كلها كانت تحت يده، العاصمة الكبيرة. عملوا شنو؟ بتتحرر كلها لسبب بسيط، مش عشان الجيش قوي، لأنه إرادة الشعب السوداني اتحدت على إنه ميليشيات الجنجويد لا وجود لها تاني.
لا وجود لها. شفت؟ وانتهى الأمر خلاص. وتحياتي لكم. محمد جلال هاشم، 18 فبراير 20